ما ينفعش نفطم يا جماعه. مفيش حاجه اسمها عندي مشكله في الثدي وهفطم من ناحيه وارضع من الناحيه الثانيه عادي. هرمون اللبن بيطلع من الغده النخاميه بيروح على الثدي يعمل لبن في الثديين، وما ينفعش منعا باتا ان انا افطم من ناحيه وارضع من ناحيه. كده بخلي الثدي اللي انا فطمت منه او فاهمه ان انا فطمت منه يحتقن اكتر ويجمع لبن ويبقى اكثر عرضه للخراريج، والمشكله فيه تزيد جدا. لازم لا اما هفطم من ناحيتين يا اما هرضع من ناحيتين. ولو عندي مشكله في الثدي هروح لدكتور متخصص ويبدا علاجها صح، لان في حاجات تستدعي ان انا افطم واوقف الرضاعه تماما ونهائيا للطفل دوت من ناحيتين، وفي حاجات تستدعي ان انا اتعالج واكمل رضاعه عادي جدا. وفي حاجات بتتعمل في الثدي بتخلينا ما نرضعش طول العمر، ولازم نبقى عارفينها كويس قوي، زي الحالات بتاعه الالتهاب المناعي المزمن لما بيحصل فيها تليفات كتيره قوي